السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 5. معاكم مستر أحمد إبراهيم، والنهاردة هناخد اكسرسايز في يونت 2، ولسه احنا في كونسبت 1. والاكسرسايز اللي معانا هيكون على ليسون 2. ويلا بينا نشوف الأسئلة اللي كانت واجب في فيديو الشرح اللي فات. بس قبل ما نبدأ في الأسئلة ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو توصله لأكبر عدد من اللايكات عشان يوصل لباقي زمايلك وكلهم يستفادوا. ولو انت لسه ما شفتش الفيديو بتاع الشرح روح اتفرج عليه الأول، بعد كده تعالى نحل الواجب مع بعض. ويلا بينا نخش على أول سؤال. أول سؤال وهو كان give reason for، بيقول لك oxygen has no definite shape or volume. يعني ليه الأكسجين مش بيبقى ليه شكل وحجم ثابت؟ ها تفتكر ليه؟ عشان الأكسجين ده كان من أي نوع من أنواع المطر؟ كان من الجاز، والجاز هو اللي بيكون كده. فهنقول له because it is a gas. الأكسجين ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ جاز. طيب السؤال اللي بعديه هيوضح لنا السؤال ده أكتر. بيقول لك stone has definite shape and volume. ليه بقى دول عندهم بقى definite shape و volume؟ عشان الستون ده من إيه؟ من السوليد. يبقى هنقول له because it is a solid. طيب vinegar is a liquid matter. وممكن هنا يقول water أو أي حاجة liquid في العموم أو oil. فليه بقى الحاجة دي بتعتبر liquid؟ هنقول له إيه؟ هنقول له because it has definite volume. هي عندها definite volume ولكن ما عندهاش إيه؟ but they don't have definite shape. تمام؟ ماشي أوكي. يبقى كده فهمنا نوعية الأسئلة دي مع بعضينا. طيب تعالى نخش على، أو قبل برضو ما نخش تعالى نربط الأسئلة دي ببعض تاني. هو هنا لما بيقول لك الأكسجين ليه ما عندهوش definite shape ولا فوليوم، احنا قلنا في الشرح إن احنا لو عايزين نقيس المطر أو نقول إيه هي المطر دي، هل هي جاز ولا سوليد ولا ليكويد، بنعبر عنها بإيه؟ عن طريق الخواص بتاعتها اللي هي مثلا definite shape ولا فوليوم. هي عندها شيب وفوليوم ثابتين، ولا شيب بس ثابت وفوليوم متغير، ولا ما عندهاش ولا شيب ولا فوليوم كده. طب مين اللي ما عندوش ولا شيب ولا فوليوم؟ كان الجاز. طب مين اللي عنده شيب وفوليوم ثابتين؟ كان الايه؟ اللي زي اهو الستون، اللي هو زي ايه بقى ده؟ او ده مثال قصدي على ايه؟ زي اللي هم السوليد. طيب اما الليكويد كان عنده ايه ثابت وايه مش ثابت؟ كان عنده فوليوم ثابت وشيب مش ثابت. تمام. تمام. طيب لما هو يجيب لك مثال على حاجة شبه هنا كده يقول لك أكسجين ما عندهوش كذا ولا كذا، ليه؟ عشان هو إيه؟ جاز. طب الستون عنده definite shape and volume، ليه؟ علشان هو solid. طيب الحاجة دي ليه liquid؟ علشان هي عندها إيه وما عندهاش إيه؟ علشان هي عندها definite volume بس ما عندهاش definite shape. تمام. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه كان ايه؟ كان true or false، وخلي بالك correct. مش عارف بقى عملته correct في الواجب ولا لا. تعالوا بقى نشوف مع بعض. بيقول لك all forms of matter، يعني مين؟ يعني الليكويد والسوليد والجاز مالهم؟ have volume. تعال نشوف. الليكويد ليه فوليوم، الجاز ليه فوليوم، السوليد ليه فوليوم. يبقى الإجابة صح. تمام. السؤال اللي بعديه liquids don't take the shape of containers that they are placed in. هل الليكويد ما بتاخدش الشكل بتاع الحاجة اللي تتحط فيها؟ تعالى كده نجيب مثال الليكويد. مثال الليكويد مثلا زي الووتر أو الأويل. لو أنا حطيت ووتر في إزازة بتاخد شكلها ولا لأ؟ بتاخد شكلها. طب لو أنا حطيتها في إزازة تانية مختلفة الشكل هتاخد شكلها ولا لأ؟ هتاخد شكلها. طيب يبقى الغلط في ليكويد. طيب يبقى نشيل ليكويد ونحط إيه؟ ايه اللي هي بتاخد الشيب بتاع الحاجة اللي هي محطوطة جواها؟ مين؟ او ممكن طبعا نشيل don't ونخليها take. يعني ممكن نقول liquid take the shape of containers that they are placed in. تبقى الإجابة صح. طب لو احنا عايزين نشيل liquid نحط ايه؟ ها؟ ممكن نحط solid. تمام. طيب
both oil and wood have definite shape. تعال نشوف يعني ايه oil ويعني ايه wood، او هم مثال على ايه. الاويل ده liquid والwood ده solid، يبقى احنا دلوقتي بنلعب على الليكويد والسوليد. هل هم ليهم definite shape؟ استنى لما نشوف. الاويل ليه استنى كده. لو حطيته في ازازه بياخد شكلها، لو حطيته في كوبايه بياخد شكلها، يبقى هو كده ملوش ديفينيت شيب، يبقى غلط. يبقى الاويل هنا غلط. طب الوود ليه ديفينيت شيب؟ يبقى انا يشيل الاويل واحط حاجه تانية، لا اما ممكن اعمل ايه، ممكن انفي الجمله اخليها دونت هاف. ممكن اشيل الاويل اسمه ايه ده، ونخليها ايه تاني، اديني اي مثال على حاجة تكون سوليد. ها ها ايه؟ ماشي، الله ينور الستون. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده. on transferring water from one pot to another its volume will change. يعني بيقول لك انت دلوقتي كنت حاطط ميه في ازازه، وجيت نقلتها لازازه تانية، هل الفوليوم الحجم بتاعها هيتغير بتاع الميه؟ اكيد لا، يبقى الايه الاجابه غلط. ماشي. light and sound are forms of matter. لا، فاكرين دي خدناها في اخر الدرس وقلنا ان اللايت والساوند مش من المطر، انما دول من الانرجي، يبقى هتبقى دي غلط وهتبقى انرجي. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده، وكان هو السؤال الاخير، وهو سؤال التوصيل. عندنا 3 حاجات وقدامنا 4 عبارات، يعني احنا هنوصل ب3 بس، وفي واحدة مش هتبقى معانا. طيب يلا بينا نشوف. أول حاجة جازولين وكربون ديوكسيد وثاني. بيقول لك its particles have medium energy its particles are baked tightly its particles do not أو don't at all its particles move freely. تعالى نشوف مع بعض كل حاجة. تعالى كده أسألك سؤال، مين اللي كان بيبقى موف فيرلي؟ فاكر اللي كان بيتحرك كده بسهولة؟ يا لهوي، وكانت الصورة رسمينها كده ما بينهم. بص كانت عبارة ازاي، على ارسمها لك كده تاني هنا اهو. كانت نقط كده، استنى اهو نجيب قلم واضح شوية. كانت نقط كده، وبص مسافات ما بينهم عاملة كده اهي، شبه المسافات دي كده. بص بص ما بين كل بارتيكل وبارتيكل، بص المسافات قد ايه كبيرة قوي. مين كان الجاز؟ طب مين من دول جاز؟ الكربون دي أكسيد، يبقى رقم 2 هتبقى مع دي أهي. تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا من رقم 2، عندنا رقم 1 ورقم 3. طيب دلوقتي عايزين نعرف حاجات عنهم. طيب لو احنا جينا قلنا الجازولين ده ماشي its particle have medium energy، هو ايه الجازولين ده؟ هل هو ليكويد ولا هو سوليد ولا هو جاز؟ الجازولين ده ليكويد. طيب الليكويد ده اللي هي الحاجات السائلة زي الووتر وزي الجازولين اهو، وزي الاويل وزي الميلك، كل الحاجات دي ايه الوظائف بتاعتها؟ هل هي الانرجي بتاعتها بتكون ميديوم فعلا؟ يبقى 1 هتبقى مع، استنى نجيب لون تاني، هتبقى معاه ايه؟ وخلي بالك ما تخافش وتقول ايه ده ازاي الاولى مع الاولى كده، لا اكيد غلط، لا عادي ممكن يحط لك اول واحده مع اول واحده. طيب رقم 3 بقى، ساند. خلاص ما عندناش غير بي وسي. هل الساند دي البارتيكل ار بيجد تايتلي ولا البارتيكل دونت نوت ات اول؟ ها تبقى ايه؟ فكر فكر ها. صح زي ما انت قلت، يبقى sand هتبقى particle or big title. تمام. تمام كده حلينا الواجب مع بعض. تعالى لما نعرض الإجابات كده. ادي إجابات السؤال الأول بتاعت الجيف ريزون، ودي إجابات الصح والغلط.
أي سؤال كده هو صح، والسؤال اللي جنبه تصويب هو كده غلط. السؤال ده تقريبا كان الرابع مش متصوب، بس احنا قلناه في الإجابة عشان أنا فاكر إن كانوا 4 غلط. بعد كده سؤال اللي تشوز، وبكده يبقى خلاص الدرس. أشوفكم في الحصة اللي جاية وإحنا بنشرح lesson 3 في unit 2 في concept 1. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك الفيديو، توصلوا أكبر عدد من اللايكات. أي حد عنده سؤال يكتبه في الكومنتات، وأشوفكم الحصة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.